قبل ما نبدأ الملخص حابب بس الأول أقول لكم إن المسلسل ده فيه شخصيات كتير جدا، فحاول تركز معايا جدا في الملخص علشان كل شوية تبدأ تشك في واحد غير التاني. فأنت لو شفت المسلسل أو ما شفتوش اتفرج على الملخص عشان بجد هيبقى جامد جدا. وتعالوا بقى نبدأ الفيديو. المسلسل بيبدأ في مدرسة العلياء الخاصة الساعة 10 إلا ربع وقت اختفاء هنا. بنشوف واحدة اسمها شاهي وهي جاية متأخرة وبتتحايل على الأمن علشان يدخلها للامتحان، بس بيقول لها إنه مش هيعرف يدخلها وإنها تكلم أم سيد تدخلها من الباب الخلفي. وفعلا بتعمل كده، وام سيد بتبقى معروفة في المدرسة انها بتدخل الطلاب من الباب اللي ورا مقابل فلوس، وكمان معروف عنها انها بتبيع مخدرات للطلاب. وفعلا شاهي بتطلب منها سجارة وانها تشربها في الحمام المهجور قبل ما تطلع للامتحان، فبتفتح لها الحمام لكن بيتصدموا لما بيلاقوا دم وشعر بنت متقطع في الارض. وشاهي بتلاقي جزء من انسيال بنت واقع على الارض وبتاخده وبتمشي. وبنروح للساعة 8:30 بالليل بعد اختفاء هنا ب 11 ساعة، وبنلاقي بنت اسمها مريم وهي فاتحة جروب الشلة على الواتساب، وهنا بتبقى باعتة رسالة على الجروب انها بتكرههم كلهم ومش عايزة تعرفهم تاني وانها تختفي فترة عنهم. وبيكون في بنت اسمها دليدة بتقول لها في داهية. وبننتقل لناهد وملك وبرضه بيكونوا من شلة مريم وهنا ودليدة، وبنعرف ان ناهد متجوزة عرفي وجوزها مسافر وانها بتضحك عليه بالكلام. اما ملك بيبان عليها انها مقربة من الشلة دي لانها فقيرة وبتستغلهم في الفلوس. وبنشوف مريم وهي داخلة لهم الكافيه وبيستغربوا انها لسه موجودة في الشارع لغاية دلوقتي لانهم عارفين انها مش بتنزل من البيت بعد المدرسة، بس بتسألهم وهي خايفة على مكان هنا لانها مختفية من الصبح. فبيرد عليها انهم مش عايزين يعرفوها تاني بسبب اللي هي بعتته على الجروب. ومريم بتسألهم هم عملوا فيها حاجة، فبيبان عليهم التوتر وبيقولوا لها انها اكيد زعلت بسبب المشكلة اللي حصلت مع داليدا الصبح. وبتسألهم على مكان داليدا فبيقولوا لها انها بره، وفعلا بتبقى قاعدة قدام الكافيه مع واحد صاحبها اسمه علي، وبنعرف انهم مرتبطين، بس بيبان على داليدا انها بتحبه اكتر. اما علي بيبقى مشاعره متلخبطه من ناحيتها، وكمان بيسالها على هنا عشان كله بيقول انها مختفيه من الصبح، وبتتضايق وبتساله هو رجع يكلمها تاني، بس بيقول لها لا وانه كان بيسال وبس. وده طبعا بيضايق داليدا جدا لانها اصلا بتكره هنا. وساعتها مريم بتجيلهم وداليدا بتنزل لها وبتسالها على هنا، بس برضه بتقول لها زي الباقي وانها ما تعرفش عنها حاجه، وانها كمان كانت بتفكر تصالحها بعد الخناقه اللي حصلت الصبح، بس بعد اللي هي بعتته على الجروب ده استحاله تخش تكلمها. وبتحاول تعرف منها موضوع علي بهنا اللي هم اتخانقوا عشانه، بس بترد عليها بعصبيه وانها ملهاش دعوه، وبتهددها انها ما تجيبلهاش سيره هنا تاني يا اما هتعمل فيها زي ما عملت في هنا. لما بتروح بتفضل تشوف صورهم مع بعض وبتبقى زعلانه جدا لانها اقرب صاحبه ليها، وبتفضل تتصل وبرضه التليفون بيبقى مغلق. وكمان مامة هنا اللي اسمها رحمه بيبقى تليفونها مقفول ومش بتعرف تنام من كتر القلق، وبتطلب اوبر وبتروح لبيت هنا. وبنشوف ان في واحد اسمه محفوظ بيحاول يفتح باب شقة هنا، ومريم بتيجي بعد ما فتحه فبتتكلم معاه عادي، وبنعرف انه ابو هنا. ولما مريم بتسأله هي موجودة ولا لا فبيقول لها انه ما يعرفش، وثواني هيسأل مامتها. ولما بيخش الرحمة بنعرف انهم متطلقين، وبيهددها انها لو غيرت الكالون تاني هيقتلها. وبنعرف ان كل فترة بيجي وبياخد منها فلوس بالعافية، وبيسألها على هنا وان صاحبتها بره. ولما بتطلع بتعرف منها انها مختفية من الصبح، ورحمة كانت فاكرة انها خارجة مع صحابها. ولما بتشوف ان رقمها مغلق ومختفية من الصبح بتبدأ تقلق جدا على بنتها. ومحفوظ طليقها بيبدأ يضربها علشان مهملة في بنته، وبيقول لها انها لو ما ظهرتش للصبح لازم تبلغوا علشان يروحوا يعملوا محضر، وبيسيبهم وبيمشي. ومريم ورحمة بيبقوا مش عارفين يعملوا ايه او يتصرفوا ازاي. وبننتقل لملك وهي راجعة للبيت، وبنعرف انها بنت ام سيد الدادة بتاعت المدرسة. وبيبان على سيد ان هو كمان شغال في المخدرات، وان كل واحد في العيلة دي بيبص لمصلحته الشخصية بسبب ان حالتهم المادية صعبة. وفي تاني يوم الصبح في المدرسة بنشوف مدرس اسمه شاكر، وهو بيشكر مدرس ان شاله امبارح في حصصه لانه كان اجازة بسبب انه كان قاعد مع بنته سارة لانها كانت تعبانة. وبنلاقي ان مريم ورحمة مامة هنا جايين وبيسألوه لو يعرف اي حاجة عن هنا علشان مختفية من امبارح، وبيسألوه بسبب ان معروف عنه انه قريب من كل طلاب المدرسة علشان بيعتبرهم زي عياله. وبيروح لمدير المدرسة وبيسألوه عن اختفاء هنا، ولما بيجيب كشف الغياب بيلاقيها انها ما جاتش امبارح المدرسة اصلا، بس مريم بتقوله انها جت امبارح المدرسة وانها شافتها. وبنرجع بفلاش باك للساعة 9:15 قبل نص ساعة من اختفاء هنا، وبنلاقي مريم وهي قاعدة في الكافيه وبتعيط، وصحابها في الفصل لما بيشوفوها كده بيقولوا لها ان الامتحان بدأ ولازم يرجعوا بسرعة. فعلا بترجع وكانت لسه هتتصل بأم سيد علشان تدخلها من الباب اللي ورا، بس بتلاقي ان الباب مفتوح اصلا. وكمان بتلاقي ان الحمام المهجور مفتوح، ولما بتخش بتلاقي هنا وهي بتنظف نفسها
بتزهق من الدم، وطبعا بتتصدم وبتروح علشان تطمن عليها، لكن هنا بتزقها وبتقول لها انها تطلع بره وملهاش دعوه بيها وانها طلعت زيهم بالظبط، وما كانتش راضيه تسيبها في الحاله دي. بس هنا بتفضل تزعق لها فبتمشي، وبتقول انها خايفه لا يكون مغمى عليها في الحمام كل ده. فبيروحوا للحمام، بس ام سيد بتقول انها معهاش المفتاح، فبيجيبوا حد علشان يكسر القفل، ولما بيخشوا ولا بيلاقوا هنا ولا دم ولا اي حاجه. ومريم بتتصدم لانها كانت شايفه الارضيه كلها دم، بس المدير وام سيد بيكدبوها لان الحمام مهجور ومقفول من سنين. ولما بيطلعوا بيقرروا انهم لازم يبلغوا البوليس لانهم مش عارفين يعملوا حاجه لوحدهم، وفعلا بيروحوا للقسم. بس امين الشرطه لما بيعرف ان بقالها يوم واحد بس بيقول لهم انهم يجوا بكره، لكن مريم بتعرفه انهم شافوها مضروبه وغرقانه في دمها قبل ما تختفي. فساعتها الوضع بيختلف وبيدخلهم لضابط المباحث اللي اسمه محمود راشد. والضابط لما بيعرف اللي حصل منها بيستغرب وبيقول لها ازاي اقرب صاحبه ليها وسابتها ومشيت لما شافتها كده. فقالت له انها فضلت تزعق وتزق فيها علشان تمشي، وكمان انها عندها فوبيا من الدم فجالها ضيق تنفس، وكانت بتحاول تهدي نفسها علشان ترجع لها، بس وهي بتعدي الطريق اغمى عليها، وفي بنات فوقوها وطلبوا لها عربيه وروحوها وادوا لها مهدئ ونامت. واول ما صحيت مسكت التليفون علشان تطمن على هنا، بس لقيتها بعت الرساله اللي شفناها في الجروب. فالظابط بيقول لها يعني المفروض ان هنا خرجت من الحمام وهي فايقه وبعتت الرساله انها تختفي. بس مريم قالت له انها كانت فاكره كده، بس لما ركزت لقت ان اللي بعت الرساله دي مش هنا، لان دي مش طريقتها في الكتابه، زي مثلا انها مش بتحط نقط، وكمان عمرها ما بتغلط في الاملاء لانها شاطره جدا في العربي. وبيقول لها انهم قريبين لبعض لدرجه انها عارفاها قوي كده. فساعتها مريم بتسرح وبنشوفهم وهم خارجين من الكافيه بعد الخناقه اللي حصلت بين هنا ودليده، وهي مريم بتزعق لهنا وبتقول لها انها حاسه انها ما تعرفهاش على كل الصدمات اللي عرفتها عنها وانها كدابه. وبنرجع تاني للظابط وهو بيسالها طب ليه المدير بيكدبها، بتقول له مش عارفه ايه السبب انه بيكدبها، بس كمان بتقول له ان ام سيد بتبيع مخدرات للطلاب. وساعتها الظابط بيروح المدرسه وبيستغرب ان ازاي الحمام مهجور والارضيه بتاعته ممسوحه، على الرغم ان الاماكن اللي مش باينه مهجوره ومتوسخه فعلا. وبيفهم ان المدير بيكدب كلام مريم عشان ما يدخلش نفسه في مشاكل، بس الظابط لما بيركز بيلاحظ ان في دم خفيف موجود فعلا. ولما بيطلع بيلاقي ام سيد وبيبدا يستجوبها، بس بتقول له انها معهاش مفتاح الحمام وعمرها ما دخلته. ومريم بتكون بتتابع اللي بيحصل، وشاهي اللي شفناها في الاول بتيجي وبتقول لها ان هي كمان شافت الدم في الحمام وكانت عايزاها تيجي وتعترف للظابط، بس بتخاف وبتقول لها انها مش عايزه تدخل نفسها في مشاكل، بس بتديلها جزء من الانسيال اللي هي لقيته في الحمام لو ده هيفيدها في حاجه. ومريم لما بتاخده بتروح علشان تواجه صحابها، بس بتلاقي ان ملك بتتخانق معاها علشان بلغت عن امها للظابط، بس بتقول لها ان هم السبب لانها لقت حرف الدي بتاع انسيال دليده في الحمام المهجور، وانها متاكده انهم ضربوا هنا في الحمام. بس هما الاتنين بيقولوا لها انهم ما يعرفوش حاجه عن اللي حصلت في الحمام، وبتهددهم انها هتدي حرف الانسيال ده للظابط وتقول له. بس وقتها بنشوف دليده وهي بتمسكها من ورا وبتاخد منها الانسيال بالعافيه، بس برضه مريم مش بتخاف وبتقول لها انها هتقول للظابط ان هي اللي ضربت هنا في الحمام. بس لتاني مره دليده بتهددها وبتقول لها بلاش لا تعمل فيها نفس اللي عملته في هنا. وفي الوقت ده بنشوف المعمل الجنائي وهو بياخد عينات من مسرح الجريمه وبيلاقوها فعلا متطابقه مع هنا، وبيبعتوا التقرير ده للظابط راشد، وبنلاقي انه بيستجوب ام سيد عشان بتبقى هي اول حد مشتبه فيه في القضيه، لان الظابط اتاكد من مدير المدرسه ان هي اللي مسحت الحمام، وكمان عشان مريم قالت له انها بتبيع مخدرات. بس بتقول للظابط راشد ان هي فعلا مسحت الحمام، لكن قالت كده بسبب انها ما تدخلش نفسها في مشاكل. ولما بيواجهها بالمخدرات طبعا بتقول له انها مش بتبيع، فالظابط بيحجزها علشان بيلاقي كلامها كله متناقض، وكمان لحد ما يفهم مين اللي ورا الموضوع. وبنشوف ان ملك قلقانه على امها وبتخلي سيد اخوها يروح علشان يعرف ايه اللي حصل لها، وفعلا بيروح وبيخلي واحد يعرف له ايه اللي حصل مع امه، وبيعرفوا ان امه محبوسه بسبب هنا. بس سيد بيستغرب لانه مش عارف مين هنا دي اصلا. وبننتقل لمريم وهي قاعده بتذاكر وبتلاقي ورقه مصاريف المدرسه وبتفتكر اللي حصل في اليوم ده، وبنعرف انها كانت معاهم في المدرسه الانترناشونال، لكن بسبب سوء حالتهم الماديه اتنقلت للمدرسه الخاصه اللي قدامها. وطبعا دليده بتتنمر عليها بسبب انها بقت شبه فقيره، وبيبان عليها انها فعلا شخصيه مريضه نفسيا بالعصبيه. وفي تاني يوم الصبح بنلاقي مريم وهي عند الظابط راشد وبتقول له انها عارفه مين اللي ضرب هنا، وبتقول له انها دليده وناهد وملك. بس الظابط بيقول لها انها تحكي له اللي حصل من اول اليوم خالص. وبنرجع بفلاش باك من اول اليوم قبل اختفاء هنا بساعتين، وبنشوف مريم وهي بتجهز نفسها علشان تنزل المدرسه، بس بتلاقي ان هنا بتجيلها وهي متوتره وبتقول لها انها عايزه تقعد عندها شويه، واكيد بتوافق، بس بتسالها ايه
اللي حصل، لكن هنا مش بترضى تقول لها. وبنلاحظ ان استاذ شاكر بيتصل بيها لكنها مش بترد، وملك بتبعت على الجروب انهم قاعدين في الكافيه وعايزين هنا علشان تشرح لهم قبل الامتحان، وكانت مش عايزه تروح الكافيه. وبيبان على هنا انها متوتره ومش عارفه تاخد قرار، بس بعد ما مريم بتلح عليها بتوافق. ومامتها بتتصل بمريم بس هنا بتقول لها انها ما تردش عليها وانها مش عايزه تعرف هي فين. وبعدين بيروحوا للشله علشان هنا تذاكر لهم زي ما طلبوا منها على الجروب، بس دي بتكون حجه منهم علشان يجيبوا بيها هنا. وبيتضايقوا لما بيعرفوا ان مريم جت معاها، بس بنلاقي دليده وهي بتواجه هنا انها كانت مصاحبه علي من وراها، وبيبداوا يتخانقوا مع بعض. وكمان ملك بتبدا تشتمها وتضربها مع دليده، ومريم بتبقى مصدومه ان ازاي هنا خبت عليها. وبنعرف ان هي دي الخناقه بتاعت دليده وهنا اللي في الكافيه اللي اتكلمنا عليها. ومريم بتقول للظابط ان كان معاها حرف الدي بتاع انسيال دليده، بس هي خدته منها غصب عنها. ووقتها الظابط راشد بيستدعيهم علشان يستجوبهم وبيضغط عليهم في الكلام لحد ما ملك بتقرر تحكي له اللي حصل. وبنرجع لساعه وربع قبل اختفاء هنا، وبنشوف ان دليده بتبقى لسه مغلوله من هنا، فبيقرروا انهم هيضربوها. وملك بيكون معاها مفتاح الحمام المهجور اللي في المدرسه، ولما بيوصلوا بيلاقوا هنا وبيفتحوا الباب وبيدخلوها. وهنا كانت لسه هتمشي وتسيبهم، بس بيشدوها من شعرها ودخلوها الحمام وبيبداوا يضربوا فيها، وكمان بيقصوا لها شعرها وبيصوروها فيديو. ودماغها بتتفتح فبيتخضوا وبيسيبوها وبيجروا. والمحامي بتاع دليده بيعكس كلام ملك عليها وبيقول ان الكلام ده يدينها هي، وبيلبسها التهمه. وبيقدر انه يخرج دليده وناهد منها. والمسيد كمان بتخرج لان ملك بنتها هي اللي بقت مشتبه فيها. وبننتقل لدليده وهي مع علي، وعلي بيواجهها ان هو عرف ان هي اللي ضربت هنا، لان لما مريم جت علشان تكلمها ونزلت من العربيه وقتها علي فتح تليفونها وشاف الفيديو ونقله على تليفونه، وبيواجهها بيه وبيتخانق معاها. وبننتقل للظابط راشد وهو قاعد مع محفوظ علشان بيبقى مستغربه ان ازاي بنته مخفيه وهو هادي كده، وان ممكن يكون عمل كده علشان يهدد امها بالفلوس، وانه كمان سمع ان في مشاكل بينه وبين بنته. بس محفوظ بيقوله ان المشاكل عمرها ما توصل لخطف بنته، وان دي بنته مهما حصل انه اكيد بيخاف عليها جدا. وبننتقل لمريم وهي قاعده بتفتكر ذكرياتها مع هنا، وده بيخلينا نرجع ل4 شهور قبل اختفاء هنا. وبنشوف مريم وهي قاعده في كافيه، ودليده والناهد لما بيشوفوها بيروحوا لها. وكالعاده دليده بترخم عليها بسبب فقرها وان لبس المدرسه الفقيره لايق عليها، بس هنا بتيجي وبترد عليها وبتجيب حق مريم من دليده. لكن ناهد بتصلح الامور ما بينهم، وبيعرفوا انها شاطره جدا في العربي، وبيتفقوا انها تبقى تذاكر لهم بعد كده. وبنعرف ان هي دي بدايه صحبتهم وانهم يبقوا شله مع بعض. وبننتقل لمامة مريم وهي راجعه من الشغل، وبتلاقي ان مريم بتبقى زعلانه جدا على هنا. وهما بيتكلموا مامتها بتقول لها ان هنا نسيت شنطتها هنا لما كانت عندها اخر مره. ومريم لما بتعرف كده بتدخل وبتفتحها وبتلاقي كشكول وبتقلب فيه، وبتلاقي ورقه جواه فبتفتحها وبتلاقي انه عقد جواز عرفي بين هنا وبين شخص اسمه سيد. ولما بتدخل تبحث على اسمه بتعرف انه سيد ابن الداده بتاعت المدرسه اللي هو يبقى اخو ملك. وطبعا بتبقى مصدومه ومش عارفه ايه اللي وصلهم ببعض. وده بقى اللي احنا هنعرفه في الجزء الثاني اللي احنا هننزله في خلال يومين يعتبر. ولو كملت الفيديو لغايه هنا فياريت تعمل كومنت بالايموجي اللي انت شايفه على الشاشه ده عشان بس اعرف كام واحد كمل الملخص لغايه الاخر. تعملوا سبسكرايب للقناه اللي هو اشتراك يعني، وتفعلوا زر الجرس اهم حاجه عشان لما انزل الجزء الثاني يجيلك اشعار بيه. والجزء الثاني هيكون جامد جدا وهيكون اطول من ده كمان، وهتعرفوا فيه حاجات اكتر بكتير يعني. بس يا ريت الاقي دعم على الفيديو ده اللي هو اللايك والكومنت، ده هيفرق جدا في دعم الفيديو يعني، عشان بس تحمسونا ان احنا ننزل الفيديو الثاني في اسرع وقت ممكن يعني. وبس كده نشوفكم في الجزء الثاني، ويلا سلام.